حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022، ورصدت لكل منتخب وصل لكأس العالم قطر 2022 جائزة مالية قدرها 10.5 مليون دولار من الفيفا، 1.5 مليون دولار منها نظير فترة الإعداد، و9 ملايين دولار مكافأة المشاركة في دور المجموعات. وستحصل المنتخبات المغادرة من دور المجموعات على 9 ملايين دولار نظير مشاركتها. وفي ثمن نهائي كأس العالم سيحصل كل منتخب على 4 ملايين دولار إضافية، أي ما مجموعه 13 مليون دولار. والمنتخبات التي نجحت في الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم سوف تضمن جوائز مالية تقدر ب 17 مليون دولار لكل منها. وحصل منتخب المغرب على جائزة ضخمة من الفيفا بعد الوصول للمركز الرابع تقدر ب 25 مليون دولار أمريكي، وهو رقم أعلى ب 3 ملايين دولار من الجائزة المالية التي حصلت عليها إنجلترا في مونديال روسيا 2018، في حين حقق كرواتيا المركز الثالث في كأس العالم 2022 بفوزه على المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وبذلك حصل على مبلغ 27 مليون دولار أمريكي من الفيفا. وستبلغ الجائزة المالية للمنتخب الفرنسي صاحب المركز الثاني حوالي 30 مليون دولار، وهو رقم أعلى بمليوني دولار من المبلغ الذي حصلت عليه كرواتيا في مونديال روسيا. فيما ستبلغ الجائزة المالية لمنتخب الأرجنتين صاحب المركز الأول حوالي 42 مليون دولار أمريكي، وهو رقم أعلى بما يقارب 4 ملايين دولار من المبلغ الذي حصلت عليه فرنسا في المونديال الروسي. وبجانب هذه الجائزة المادية سيحصل أبطال الأرجنتين على كأس من الذهب، وسيسجل اسمه كفائز بالمونديال.